السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبدو أن رئيس الفاف الجديد وليد صادي عازم على السير في تحقيق أهدافه التي أعلنها يوم انتخابه على رأس الاتحادية بتوفير كل الدعم للمنتخب الوطني الجزائري ووضعه في الواجهة الإفريقية، حيث وضعت الاتحادية الجزائرية برئاسة وليد صادي كل الوسائل الضرورية أمام الناخب الوطني وأشباله من أجل إراحتهم ومساعدتهم على إقامة تربص تحضير ناجح بالعاصمة الطوغولية لومي قبل التوجه لكوت ديفوار. وحسب الصور المتوفرة لدينا من تنقل محارب الصحراء إلى الطوغو، فقد نقل المنتخب الوطني كل ما يحتاجه من عتاد رياضي بكل أنواعه، وكذا المشروبات والمأكولات التي يحتاجها كامل الطاقم الفني والرياضيين طيلة أيام مغامرتهم الإفريقية، وهو ما تطلب حاوية ضخمة لنقل كل عتاد المنتخب الوطني إلى مقر إقامته بفندق الثاني في فيريبي وسط العاصمة الطوغولية لومي. من جهة أخرى، وجد وفد المنتخب ترحيباً كبيراً وتسهيلات في مطار مدينة لومي، فضلاً عن حراسة أمنية مشددة على رفقاء رياض محرز خارج المطار، وحتى حول فندق إقامتهم الذي يعد من أحسن الفنادق في إفريقيا، مما يوحي بأن التحضيرات كانت كبيرة من قبل الفاف والدبلوماسية الجزائرية في الطوغو سبقت تنقل المنتخب الوطني، في انتظار رد اللاعبين الإيجابي وتشريف الجزائر والكرة الجزائرية. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم منا كل جديد.